لو سمحت عاوز اصمم لوجو. عينيا، انا هصمم لك لوجو احترافي ب 100 جنيه بس. يا ابني استنى بس، 100 جنيه ايه؟ انت بتهزر؟ اصبر بس واهدى كده، الموضوع مش هياخد في ايدي دقايق اصلا. ايوه هتعمل ايه يعني؟ بسيطه يا سيدي، هدخل على جوجل واعمل سيرش على اللوجو في المجال اللي العميل عايزه، واشيل الاسم من على اللوجو واحط الاسم بتاع العميل واغير شويه في الالوان وبس كده. ايوه بس كده غلط، واللوجو مش احترافي ولا حاجه زي ما انت بتقول. ده كمان العميل هيقابله مشاكل في تسجيل اللوجو، خلي بالك من كده. ده غير طبعا ان اللوجو اصلا يعتبر مسروق. طب انا اعمل ايه؟ ما هو على قد فلوسه. طب عيني في عينك كده، على قد فلوسه ولا انت اصلا مش دارس اللي بتعمله وواخدها سبوبه؟ لو انت فعلا بتعرف تشتغل وتقدم قيمه للعميل مش هتعمل اللي عملته ده. وده مثال على اكتر حاجه بشوفها لما العميل بيطلب تصميم لوجو. تلاقي واحد يقول لك انا هعمل لوجو ب 100 جنيه وعليهم تصميم سوشيال ميديا هديه كمان. اي حد يقدر يجيب لوجو من على النت ويغير اللوجو زي ما شفته كده، لكن مش اي حد يقدر يصمم لوجو احترافي فعلا، لوجو متعوب عليه بجد. من اول ما العميل كلمه وعمل معاه ميتنج وعمل تغذيه بصريه عشان يطلع فكره للسكتش فريده من نوعها للعميل بس،